منك الكورة تك 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 وصل للمرمى. دي ضاعت، اللي جاية هتلاقيه موجود، يعني الراجل هتلاقيه. الفارق الحقيقي بين المغرب وبين مصر، هل في فوارق ضخمه بما انه في لعيبه بتتكون بره كتير على مستوى كل قواعد الناشئين ووصلوا للجيل الثالث دلوقتي؟ الفرق بيننا وبين المغرب هو فرق كبير ملحوظ من خلال القائمه اللي هتنزل لحضرتك دلوقتي الخاصه بمنتخب المغرب عشان تتفرج على الاسماء عامله ازاي. احنا عملنا ده يوم الهوا، يوم الخساره اللي كانت ثقيله جدا الحقيقه لمنتخب 2008 قدام المغرب، لكن قائمه المغرب تحت 20 سنه منتخب بقى اللي هو يعادل منتخب مثالي، يعني قادر تشوف الاسماء اللي قدامك على الشاشه دي والانديه، يعني مع كل واحد محترف في واحد محلي، او وسط كل 2 3 محترفين هتلاقي واحد محلي. يانيس بن شاوش تلاقي نزل بقى الاسماء تباعا يعني الناس الموجوده، فانت باصص على الفرق دول مثلا 13 محترف 7 محليين، واحد فران، واحد فتح الرباطي، واحد باريس سان جيرمان، واحد بيفرن البلجيكي، اكاديميه محمد السادس اللي هي تعادل النادي بره، اندرلخت البلجيكي، اتحاد تركيا، وسط كل 2 هتلاقي واحد محلي. تمشي مع ستراسبورج، التشي، بولونيا وغيره 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 وغيره. بالمناسبه يا جماعه في حاجه ليها علاقه بالثقافه بعض الشيء، مش الثقافه اللي هي قرايه الكتب، لا الثقافه اللي هي ليها علاقه انه الناس في المغرب بيسافروا على بلجيكا وعلى هولندا وعلى البرتغال وعلى اسبانيا وعلى اماكن كتير جدا، ثقافه الغربه موجوده عندهم بدرجه كبيره جدا، المسافه قريبه بينهم وبين اسبانيا، بينهم وبين البرتغال، خدوا على ان هم يكلموا كذا لغه، كل دي حاجات موجوده بتساعد على انه الناس اللي بره القاعده كبيره جدا جدا، والجامعه الملكيه المغربيه استفادت من وجود كشافين، كل دوله ليها كشاف او 2 يلقط اهم المواهب، دي حاجه خارجه عن الاراده. لكن في نفس الوقت انت بتحاول تعوض ده بقيمه ميكالي، يعني معادل القوه الحقيقي. انت لو بصيت على تشكيل منتخب مصر تعرف كام واحد فيهم؟ محمد السيد، كاباكا عشان شفته مره تعرف كام واحد فيهم، لكن الرجاله دي كلهم محترفين، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش واللي بياخد دقائق في اوقات معينه، اللي بياخد دقائق لعبه في الدوري المحلي، الدنيا عامله كده معروفين، يعني النص معروفين يا سيدي. لكن اللي عندك اللي موجود هنا تعرف بالكاد واحد او 2 او 3. ميكالي بيعوض بقى الفرق الموجود ده. تعالوا الاول نعدي على اللقطات عشان نبقى قادرين نفهم مع بعض هي المشكله فين. المشكله ما بين المتاسس واللي مش متاسس صح، واللي بيحاول ميكالي انه يشتغل على التاسيس ده بعد شغل كابتن وائل رياض. الراجل تعب على الفرقه دي، انك بتاخد من تحت صفر، بتاخد وتشيل وترفع لغايه ما تعدي الصفر، بعدين جبت واحد تاني اكثر خبره بعض الشيء لكنه بيحاول يزق للليفل اللي يوازي ده. فتعالوا نبص مع بعض. بدايه المباراه منتخب مصر بيحاول يحضر، وبعدين انت ما عندكش حل فتك طويل دقيقه 5، اللي بعديه بتحاول تحضر تاني، ما عندكش لاعب عمودي، فشلت الامور، مفيش اي حاجه، في الدقيقه 7 ايه الحل اللي موجود قدامي؟ نفس القصه تقريبا، تك الطويل بلا هدف. فميكالي وقف بعد في الدقيقه 29 جاب كاباجا لعيب الارتكاز، جاب السيرد باك البوستانجي، وجاب كمان اللعيب رقم 18 محمد السيد. بدا يتكلم معاهم لا مش هينفع، لازم تطلع بالكوره من تحت. انت ليه خايف؟ الخوف هنا مبرر ان اللعيبه دي خايفه الكوره تتقطع. هو بيشاور لكاباكا ارمي لقدام، العب لقدام، العب بالطول زي كده كابتن احمد بيقول. فاللي بعدها على طول فتحوا الاثنين، كاباكا جاي علشان يستلم، فاستلم كاباكا ثم يلا بينا بقى، يلا بينا بقى على الارض، يلا بينا بقى اطلع بالكوره في الدقيقه 35 بعد الكولينج بريك ده، اطلع على الارض، اطلع على الارض، ما تخافش، اطلع على الارض هتلاقي مساحه وهتعرف تعدي. فكانت اول هجمه للمنتخب المصري حتى لو كان الفينش سيء، بس خدت خطوه، طلعت بالكوره لقدام. هنا بقى اهدى، برافو، من لمسه من رجل للرجل، برافو، حلو، ممتاز، نقف بقى هنا، نقف بقى هنا لو ممكن، نقف بقى هنا. الكوره ضربه ركنيه لصالح منتخب المغرب الدقيقه 39 من زمن المباراه. الكورنر ده هيتلعب، وافتح بقى قوسين، الفارق ما بين المتاسس واللي مش متاسس، ومش هقول اسماء عشان احنا مش بنخبط في اسماء. الفرق ما بين اللعيبه بتجري في المساحه من اجل لا شيء، من اجل لا شيء خالص، والتاني اللي لما الكوره بتجيله هو عارف كويس هو هيعمل ايه. نشاهد بقى هذا المسلسل مع بعض. اتفضل يا فندم. الكوره بالعرض اتقطعت ليه؟ واحد من لعيبه منتخب مصر بتجري فين؟ بلا هدف، بلا هدف، بتتاخد منك، اللي معاك بوش الرجل حافظ عرضيه قلشه تك تك جون 1-0. تاني تجري فين؟ بلا هدف، باصي لا بلا هدف، رمي التماس، هات الكوره تمام كمل، بتاعت رمي التماس، ها لفين؟ ده لفين؟ ولا حاجه. ايه طيب؟ ما ولا حاجه، خد منك الفاول، هتكمل في اللي بعديه بلا هدف. ميكالي تاني يا جدعان يا جدعان، دي 44. كل بقى القادم ده هتلاقيه بهذا الشكل، تجري تحرك تحرك، فردي 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 فردي، مقطوعه. لما قطع بقى، لما قطع رجاله اوروبا خلاص هو عارف كويس هو بيعمل ايه، تضيع او ما تضيعش ده موضوع تاني. بس هي النظريه ان انت بتجري وبتتحرك بدون هويه، من غير ما ترفع وشك لفوق. بالمناسبه ده خوف، ده خوف، ده مش ميكالي، ده خوف. ليه؟ لانه لما جابك وقعد يزعق واعمل واشتغل عملت، يبقى انت عندك بس خايف، بس مش متعود. قطع منك الكوره تك 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 تك، وصل للمرمى، دي ضاعت، اللي جاي هتلاقيه موجود.
يعني الراجل هتلاقيه في اخر تلتايه مثلا عامل عليك شغل جبهات 3 على 2 اوفرلود على ناحيه لغايه ما قدر يسجل الجول الثاني. نفس الموضوع، كل بقى اللي جاي قدامك ده هتلاقي الاستلامات الباص بلا هدف، اخطاء فرديه مرعبه مرعبه. هو التاني عارف المرتده، عارف يشتغل فيها، عارف يتصرف، كل مره بيلعب على الغلطه بتاعتك في الباص زي ما انت شايف كده، رايح بالمرتده لحد ما هيجيب جول، لحد ما في مره هتلفق معاه. فكان هذا ما حدث. ادي 3 على 2 زي ما قلت لحضراتكم، ادي مره واحده، وهتلاقي اللي بعدها اختها دي تم انقاذها، هتلاقي اللي بعدها اختها، نفس الثلاثه رايحين هم الدقيقه 67 نفس الموضوع. 3 على 2 فضل يدور كوره لغايه ما فتح ناحيه الشمال، عمل له الاوفرلود هنا، نقل الناحيه الثانيه لغايه ما فضل الباك الشمال، عرضيه جول. كان بقى الناس اللي هناك راحوا عليه من بعيد ناحيه اليمين، فكان من الطبيعي انه العرضيه جون 2-1. فده هو الموضوع. بكيري بيحاول اللعيبه في كواليتي موجود عندك تشتغل عليه، لكن لازم تمرس، لازم ممارسه كتير، لازم تحديات كتير. ان شاء الله نكون موجودين في كاس الامم، ان شاء الله المنتخب ده ينور واللعيبه دي تتغلب على كل الاخطاء اللي موجوده.